شهدت مواجهة الجولة الأربعتاشر من الدوري الإيطالي بين فيورنتينا وإنتر موقفا صعبا للغاية، حيث تم إيقاف المباراة على خلفية سقوط اللاعب إدوارد بوفي نجم أصحاب الأرض. وجاء هذا الحدث في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، حيث كان اللاعب يقوم بربط الحذاء الخاص به ثم سقط على الأرض بشكل مرعب دون أي تدخل من أي خصم أو زميل. وأوقف الحكم اللقاء بشكل فوري، واستدعى الجميع الطاقم الطبي وقام اللاعبين بالإحاطة بالمكان الذي سقط فيه اللاعب، وتوتر الملعب بشكل كبير. وحاول اللاعبون أن يطالبوا سيارة الإسعاف بالدخول إلى داخل الملعب لكن دون فائدة، فتم نقله إلى السيارة الانتقال لتأخذه إلى المستشفى. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية فاللاعب تعرض لنوبة صرع كان من الممكن أن تؤدي إلى توقف القلب لو لم يتم نقله من أرض الملعب. وأوضحت أن اللاعب سيتم فحصه بالأشعة المقطعية من أجل تشخيص أكثر دقة. وتم إيقاف المباراة بشكل رسمي على أن يتم تحديد موعد لاحق لاستكمالها، وخرج اللاعبين من الملعب بشكل كامل. وبحسب ما ذكر الخبير التحكيمي لوكا ماريلي فالمباراة عندما يتم استئنافها سيكون ذلك في نفس الدقيقة التي توقفت فيها. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو، ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.